سيب العوالم تكمل ترتيب نفسها لوحدها. غالبا ده هيكون عنوان الفيديو النهاردة. السلام عليكم، يا رب يكون يومكم سعيد. قراية النهاردة بدأت معايا بكارت واحد كالعادة، وسحبتني وراها كأنها مصرة تقولي لا الطريق مخلصي ولسه عايزة أقولك كلام. يلا بينا نبدأ، توكلنا على الله. أول كارت معايا هو كارت مفرح جدا حقيقة، يعني هو كارت سكسس، النجاح. يعني مين فينا ما بيحبش النجاح؟ مكتوب على الكارت success you did it، يعني البطاقة جاية تشجعك. بس الحقيقة هو ده مش تشجيع سطحي، ده تأكيد لأن تقريبا واضح كده إن في حد هنا لسه مش مصدق إنه نجح. يعني أحيانا بعد التجارب الصعبة والامتحانات الكتيرة اللي بتيجي ورا بعضها بيحصل لنا كده، بننجح بس ما بنبقاش مصدقين إننا خلصنا. عارفين زي إيه؟ يعني زي اللي ركب عربية على طريق سفر طويل كده، والطريق صعب قوي ومليان حفر وحصى وطوب في العربية، وهي ماشية عمالة تتخبط يمين وشمال، وهو جواها عمال يتخبط برضه، يعني هو كمان عمال يتخبط يمين وشمال. فلما بيوصل خلاص ويجي يحط رجله على الأرض بقى علشان ينزل ويمشي، يلاقي الأرض بتتهز. يعني هو المفروض العربية اللي كانت بتتهز كمان الأرض بتتهز. الحقيقة إن هو اللي بيتهز من كتر التخبيط اللي كان فيه. هو بس محتاج يلاقي حتة هادية كده يقعد فيها لغاية ما جسمه يستوعب إنه خلاص بقى واقف على أرض الصلبة وثابتة. نرجع بقى للكارت. الكارت زي ما انتوا شايفين كده بيورينا إن انت كنت في حالة عبور داخلي. انت مش بس خرجت من نفق ضيق ومشكلة صعبة، انت اتولدت. يعني رغم ان انت لسه مش حاسس بده، بس انت خارج من النفق كأنك خارج من حلم، كأن اللي حصل لك في النفق ده يعني كان حلم كده، حاجة مش لسه انت مش مستوعبها، لان اللي حصل ده تحول خيميائي حقيقي. انت بدأت تبقى انسان جديد مختلف كتير عن زمان. حاجات كتيرة اتهدمت جواك وحواليك، حتى الناس اللي كنت ماسك ايدهم ومش عاوز تسيبهم هما مش معاك دلوقتي. يعني انت دخلت النفق لوحدك وخرجت منه برضو لوحدك. شوفوا الملاك هنا واقف ازاي، يعني لا بيسقف لك ولا بيقولك برافو، هو واقف شاهد، واقف بيبص كأنه شاهد على التحول والولادة وخروجك من النفق، زي كده زي العنقاء اللي ماتت ومن رمادها كده اتولدت من جديد، بس اتولدت أجمل. النيران اللي ورا دي مش دليل على صعوبة تجربتك وبس، لأ، هي دي النيران اللي شكلتك، اللي حولتك لنسخة أفضل كتير. شوف بقى رمزية وضع إيد البنت على قلبها، يعني ده رمز الاعتراف بالذات. يعني بعد الاختبار الصعب ده انت بدأت تفتكر انت مين. الحمد لله ان التجربة الصعبة والمشقة والألم خرجوك زي الألماسة كده، خرجت نادر ونقي. بدأت تفتكر ذاتك وتفتكر الجزء القوي منك والجزء العارف والجزء النوراني. انت تحولت كيميائيا وخلاص، يعني انت دخلت عملية تحويل خيميائي وخلصت خلاص مرحلتك الحمراء من التحول. اللي دارس الخيمياء فاهم معنى كلامي. المرحلة الحمراء في التحول دي او في مرحلة العمل العظيم زي ما بيسموها اسمها الروبيدو. يعني انت وصلت خلاص لمرحلة قربت تتحد فيها مع روحك فعلا، قربت تلاقي حجر الفلسفة بتاعك. انت النفق بالنسبة لك كان زي وصلت خلاص لمرحلة قربت تتحد فيها مع روحك فعلا، قربت تلاقي حجر الفلسفة بتاعك. انت النفق بالنسبة لك كان زي رحم كوني كده، يعني في الظلمة بتاعته انت مريت بالمرحلة السوداء اللي هي نجريدو، اللي ممكن نقول انها بتمثل الموت الرمزي والتفكك.
تفكك بقى كل الصفات والمشاعر والذكريات والأفعال السيئة والشك الذاتي والألم النفسي والتدمير الذاتي برضو، وكل الذكريات السيئة اللي حصلت لك دي اسمها النجريدو. دي المرحلة اللي بنفكك فيها كل ده، ودي مرحلة شاقة ومؤلمة جدا. مش سهل ان حد يقعد مع نفسه كده ويقعد فعلا يفكر في الحاجات دي كلها ويحاول يفككها، يخليها يشيل منها المشاعر ويحيد مشاعره وهو بيفكر فيها ويحاول يلاقي علاج. إن في ناس كتير بتقعد سنين تعالج في الموضوع ده وتروح لأطباء نفسيين ولايف كوتشز عشان تقدر تعمل الموضوع ده. انت الحمد لله نفق بالنسبة لك كان اوريدي العبور من المرحلة دي، يعني انت اوريدي اشتغلت على نفسك وعملت ده. اللي حصل لك كمان جوه النفق هو تاني مرحلة من التحول الخيميائي، وهي المرحلة البيضاء أو البيدو، يعني التطهير من كل شيء سيء، يعني التوبة الصادقة كده. يعني انت قعدت مع نفسك فككت كل الحاجات الوحشة اللي حصلت لك، سواء حصلت لك أو حصلت منك، وبعد ما فككتها طهرتها، خلاص تخليت عنها. يعني انت بقى عندك قوة نفسية تخليك تبص في وش المشكلة كده عينك في عينها وتقول لها تعالي نقعد ندردش سوا ونتكلم ونحل الحكاية. يعني انت وصلت لدرجة من التطهير ان خلاص اللي كان بيوجعك ما بقاش بيوجعك. بعد المرحلة البيضاء بيجي حاجة اسمها المرحلة الصفراء او اسمها السترينياتس. يعني دي معناها كده ان انت بعد التوبة والتطهر والصدق اللي حصل جواك ده حصل لك اشراق، بقيت كده مشرق، بقيت نقي زي الألماسة كده، بقيت حلو، بقيت صافي. ايوه هي كلمة صافي دي. فبعد ما خلصت المرحلة الصفراء وبدأت تدخل على المرحلة الحمراء، انت تقريبا كده اتولدت بجسد جديد فعليا. يعني انت خرجت افضل مما دخلت بكل المقاييس. يعني انت دلوقتي ممكن كمان نقدر نقول ان بقى عندك جينات مفعلة ما كانتش كده الاول. اللي درس مفاتيح الجينات وعرف ان احنا بنيجي الدنيا وجوه حمضنا النووي في عناصر كيميائية واحماض امينية وحاجات تاني كده بعضها موروث من الاهل، هي دي اللي بتشكل طبعنا. الحقيقة احنا بنورث الحاجات دي، بس مش بنورثها من بابا وماما بس، لا، يعني احنا كلنا اصلنا واحد، يعني من سيدنا ادم لغاية الان وجدنا واحد اللي هو سيدنا ادم. يعني جيناتنا فيها سلسال جدودنا كلهم من اول سيدنا ادم عليه السلام لغاية الان. جيناتنا دي يا جماعة هي كنزنا الحيوي، هي ميراثنا من كل الجدود دول. الجينات دي بقى احنا يعني فيها كنوز فعلا حرفيا. يعني تخيلوا ان احنا عندنا جينات تخلينا ما نعجز، وفي جوانا جينات تانية تخلينا نقدر نعيد بناء خلايا الجسم من اول وجديد، حتى لو العضو نفسه بينتهي او في تلف او حاجة زي كده. جيناتنا كمان بتسمعنا، يعني تقدر تكلم جيناتك وجسمك وخلاياك وتقول لهم مثلا من فضلكم قللوا الألم الموجود في المكان الفلاني، أو اتجددوا، أو اتملوا بالنور، أو اتملوا بالطاقة والحيوية. الكلام ده فعلا مثبت يا جماعة. يعني في فعلا تجارب اتعملت على ناس بس قعدوهم كده، كانوا رياضيين وقعدوهم بس كده في وضع السكون والتأمل، وقالوا لهم انتوا مش هتلعبوا رياضة، انتوا هتتخيلوا ان انتوا بتلعبوا رياضة. وكانوا حاطين لهم أجهزة قياس على عضلات جسمهم وأجهزة رسم مخ وحاجات كده. لقوا ان فعلا الشخص الرياضي ده وهو قاعد بيتخيل انه بيلعب رياضة، لقوا ان عضلات جسمه بتنقبض وبيطلع منها يعني اشارات تبين ان هي كأنها فعلا بتمارس الرياضة دي. يعني فعلا الجسم بيستجيب للي انت بتكلمه وبتقوله له، كأنه بيحصل فعلا. يعني الحقيقة انت لو عندك يقين ان هو ده اللي هيحصل هو هيحصل، لان احنا في لعبة يقين يا جماعة. احنا فعلا هنا في الارض في الحياة دي لعبة يقين. هل انت مؤمن؟ لو انت مؤمن خلاص هتحصل ان شاء الله. جسمنا الحقيقة هدية يعني عظيمة من ربنا، واحنا لسه بنكتشف كل يوم حاجات فيها. يرجع بقى للموضوع، انا حاسة ان انا اتكلمت بعيد شوية، بس انا عايز اقولك ان انت لما عملت التحول بتاعك واخترت تخرج من التجربة دي افضل وانقى، واخترت النور واخترت الحب واخترت تصلح حياتك، اخترت تقف وتصلح حياتك،
حصل لك التحول الداخلي ده على مستوى الخلايا. يعني انت تحولك كان جسدي ونفسي وروحي، واللي جاي بأمر الله هيكون أجمل بكتير من اللي في خيالك. أنا يعني ما أقدرش أقول لك بالظبط إيه اللي اتغير بالنسبة لك، لأن ده هيختلف من شخص للتاني. بس أنت هتعرف بنفسك يعني. جايز القراية تقول لنا حاجة يعني، والله أعلم. نكمل. أوكي. تاني بطاقة ظهرت هي التمبرنس. دي بطاقة الاعتدال، وبرضو سبحان الله يعني دي بطاقة بتأكد كلامي دي، لأن دي بطاقة بتتكلم أصلا في التارو عن التحول الخيميائي. يعني هي بتأكد لنا إن أنت فعلا مريت بده. يعني أنا هحط لكم البطاقة الأصلية بتاعت رايدر ويت سميث، عشان هي دي البطاقة الأشهر. يعني بصوا شكلها. البطاقة دي الملاك واقف بيصب السوائل من كاس لكاس. وبطاقة الاعتدال بتيجي بعد بطاقة الموت على طول. يعني فعلا انت بالنسبة لك البطاقة الأولانية اللي هي دي كانت بطاقة موت وميلاد، لأن الموت بيجي بعديه ميلاد. الموت مش نهاية. يعني سبحان الله التارو بيكلمنا دلوقتي فعلا وبيأكد ان انت اتولدت من بعد موتك الرمزي ده، لأن اللي انت مريت بيه ده كان موت رمزي. انت موتت كل القديم وبدأت من أول وجديد. بصوا بقى هنا، خلط السوائل في الكاسين بيرمز لعملية إعادة تشكيلك اللي حصلت. زمان كان علشان تشكل الحديد لازم تجيب معدن كده الحديد وهو لسه يعني جاي من الطبيعة كده، شكله مليان شوائب ومليان حاجات كده مش لطيفة، فتقوم حاطه في نار عالية جدا لفترة طويلة جدا لغاية ما يبقى زي السائل الملتهب كده، وبعدها تسيبه يبرد شوية وتاخده تشكله. فطبعا عشان تشكله تحوله لحاجة شكلها حلو لازم تقعد تضرب عليه بالمطارق الضخمة بتاعت الحدادين دي، ضرب قوي قوي كتير. يعني عملية التشكيل دي صعبة بصراحة، مجهدة جدا، لغاية ما ياخد الشكل اللي انت عايزه في الآخر. يعني عملية انصهار المعدن الشاقة دي والتشكيل بيطلع منها مخلفات احتراق وهباب ودخان، والحقيقة كل الحاجات اللي بتخرج من المعدن دي هي مخلفات مش عايزينها. اللي احنا عايزينه هو شكل المعدن الجميل النهائي المفيد اللي نقدر نستخدمه، مثلا نعمل بيه شباك، نعمل بيه جسم عربية، نعمل بيه حديد مسلح يشيل عمارات، يشيل مباني، نبني بيه حياة، نأسس بيه حياة. يعني بقصدي تاني، يعني بعبارة تانية، ان انت اتعرضت في حياتك لتجارب قاسية قوي واتخنت كده من ناس وثقت فيهم، واتسرقت أحلامك واتحرمت للأسف ويأست وتعرضت لتجارب تكسر جبل بصراحة. بس ده لأنك كنت في مرحلة الحرق والطرق والتشكيل اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي دول. انت خرجت من النار ولسه لغاية دلوقتي مش مصدق اللي حصل. أنا حاسة بيك طبعا، يعني دي تجربة صعبة قوي، بس البشارة إن اللي جاي بأمر الله أسهل كتير إن شاء الله، بشرط بس يعني تسمع نصيحة الكارت ده. كارت الاعتدال. احنا شايفين قدامنا كايرون ده هو سنتور، يعني راجل، يعني شخص أو كائن، يعني نصه حصان ونصه بني آدم. يعني نصه إنسان قادر على التفكير والإرادة الحرة والفعل والعطاء، والنص التاني من النبل، لأن الحصان يرمز للنبل والقوة والإخلاص وحاجات كتير قوي والذكاء كمان. طيب هو واقف صحيح، بس واقف رجل متعورة، لكن عوده صلب وبمنتهى الفخر كده بيصب السائل من كاس لكاس. يعني انت اللي في الكاس من الآخر، انت اللي تم تنقيتك من هنا لهنا، من هنا لهنا. يعني ده فن بصراحة، فن. في نصيحة هنا اللي أنا كنت عايزة أقولها لك. النصيحة بتاعت الكارت بتقولك اتعلم فن الموازنة لا التنازل. يعني ايه توازن؟ ايه يعني توازن بين الين واليانج اللي جواك، توازن بين اللاواعي واللاواعي، توازن بين الشعور وبين الفعل، تبقى متزن، ما تجيش على نفسك وبرضو ما تجيش على غيرك. الحقيقة كتر الطرق والسهر في تجربتك الصعبة دي قوت عودك. انت بقيت قوي، بقيت تعرف ازاي التجارب الصعبة ما تخليكش تفقد التوازن.
اتعلمت ان مهما دقت على الراس طبول زي ما بنقول في مصر، ومهما اسودت الحياة فانت لسه نضيف من جواك، لسه عارف تحب وتحلم. انت ما بقاش حد يعرف يطفيك من الاخر ولا يعرف يحرقك حتى. عارف طيب يعني ليه محدش عارف يكسرك؟ عشان انت بقيت دواء. يعني انت في حد ذاتك حضورك في المكان بقى زي الدواء، بقيت دواء للناس. يعني انت بقيت المعالج الجريح. انت كايرون اللي هو في الصورة ده، انت اللي بتعالج الناس، او انت سبب في شفاء الناس. وبعدين يعني لو انت الدواء يبقى معقول هتمرض؟ يعني مثلا لو انت مصدع وعندك دواء الصداع هتاخده، صح؟ هتاخده وتخف. ده قصدي ان انت دواءك فيك. يعني انت زي ما الداء فيك الدواء فيك، فانت خلاص مش هتبقى عيان، لان انت اول ما هتفهم ان ده داء، ان ده مرض، هتعالجه. يعني انت بقى معاك ربنا، دواءك وقوتك معاك، فحد يعرف يأذيك بعد كده وانت معاك ربنا؟ يعني ما اعتقدش. طيب ايدي بقى راحت على كارت تاني وظهر لي بطاقة بولار بير. يعني دي بتمثل بطاقة الزستار، الدب، يعني الدب القطبي. في الأوراكل دي مكتوب ان هو بطاقة النجم. وسبحان الله يعني بطاقة النجم دي يعني انا عمالة اضحك. بطاقة النجم دي برضو ليها علاقة بالتحول الخيميائي برضو يعني. القراية عمالة تتأكد لنا كل شوية، نلف ونرجع تاني للنقطة دي. انت يعني انت تحاولت خلاص الحمد لله. يعني تحاول تعمل الحمد لله وانت بقيت النجم يا نجم. مش انا لسه قايله لكم انكم جواكم جينات اتفعلت؟ يعني هو ده فعلا اللي بيحصل. جسدك الكريستالي بيتفعل. يعني كارت النجم بالظبط بيعبر عن المعنى ده. ممكن في ناس تقرب معنى التشافي، بس هو في جوهره يعني باطنيا هو بيتكلم عن ده. بيتكلم وبيقولك انت اجسادك اترتبت وخلاياك اتطورت الحمد لله، وجسدك المادي والأورا والأثيري والنجمي والفكري والسببي بيجهزوك دلوقتي لتفعيل جسدك الكريستالي اللي هو جسد الروح. يعني علامتك بقى ان فعلا ده بأمر الله تم وبيحصل لك، هو انك يعني لو بتمر بقالك كام يوم كده بألم جسمانية زيادة عن العادي، او كان عندك ألم قديم كده، مثلا إصابة او حاجة من فترة والحمد لله خفت ورجعت تاني الوجع بتاعها، فطبعا اولا لازم تروح لدكتور وتاخد بالاسباب ولا تتهاون مطلقا في صحتك. انما انا بس جاي اقولك ان جسمك دلوقتي ممكن يكون بيطلع من جواه اخر طاقة سلبية كانت متخزنة في ذاكرة الخلية. يعني كل جروحك النفسية اللي كانت من كتر ما هي ما اتعالجتش واتنست عملت كده زي الصديد، يعني صديد طاقي، يعني مش صديد بجد بعد الشر عنك. دلوقتي بقى بيتم الضغط عليها علشان يطلع منها الصديد ده وتتنفس وتخف. وجع جسمك مش معناه انك انتكست، لا، يعني معناه ان انت بتتولد بجسدك الكريستالي الجديد ان شاء الله. يعني بأمر الله هتبقى قناة لترددات اعلى وانقى، نورانية كونية كده، حاجة تفرح. وده المعنى الاصلي لكارت النجم. النجم هو يعني زي رسول كده للطاقة، بين هنا وبين أماكن فيها طاقة أنقى. يعني هو بيجيب طاقات من أبعاد عليا للتشافي، يعني من الآخر كده بيتواصل مع أبعاد عليا. فأنت علشان تتم العملية دي بنجاح إن شاء الله لازم ترتاح. خد نفس كده وارتاح كل فترة، ولو تقدر غير نظام حياتك علشان فعلا تقدر تاخد وقت لنفسك ترتاح. ولو للأسف الحياة ضغط عليك والتزامات ومصاريف وحاجات من دي، فبرضه يعني حاول على قد ما تقدر تمشي على أرض زراعية وانت حافي. يعني أرض كده فيها نجيلة أو فيها زرع، حاول تمشي عليها وانت حافي. يعني لازم حافي، لازم مش لابس شوز أو شراب، لا، خلي الأرض تلمس بطن رجلك. هقولك على سر عجيب بصراحة. الأرض اللي احنا ماشيين عليها دي، الأرض الطبيعية
مش البلاط يعني والرخام والسيراميك والحاجات دي، لا، الأرض الطبيعية اللي هي النجيلة، اللي هي الزرع، اللي هي الطين، اللي هي الرمل. الحاجات الطبيعية دي معالج قوي جدا 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 جدا. هي هتعالج وتعادل الطاقة السلبية في جسمك وتشفيك. وبطن رجلنا بيبقى فيه نقط كده محددة، أما بيضغط عليها بتنشط الجسم كله بكل أعضائه، يعني القلب بقى والكبد والرئة والحاجات دي كلها. ممكن برضو تقعد في الشمس الصبح بدري، اللي هي بتاعت 7 الصبح دي، اللي قبل الناس ما تصحى وقبل الدوشة ما تبدأ، وبيبقى برضو لسه النور بتاعها لطيف كده وهادي وحنين. اقعد فيها واستمتع، سواء بقى يعني في الشتاء او في الصيف. انا مش عارفة انتوا بتسمعوني منين، من اني بلد، بس هو الجو دلوقتي هنا شتاء والجو لطيف يعني. ممكن برضو تستحمى بمية وملح، ولو ساكن جنب بحر انزل عوم فيه كل شوية. في كارت تاني عايز يطلع، يعني انا حاسة ان الرسالة كده لسه محتاجة حاجة تاني. في كارت ظهر change the momentum، يعني قدامنا كده زي ما شايفين في الصورة في حد واقف بيسوق صخرة أكبر منه بمراحل، وكمان على طريق منحدر. يعني موقف خطير بصراحة، خطر. أنا شايفة أن هو ده الشخص ده يعني سيزيف. وسيزيف هو ليه قصة في الميثولوجي معناها عميقة قوي. لو تحبوا تعملوا عليه سيرش اعرفوا ايه اللي حصل له، لأن فعلا قصته أعتقد يعني هي رسالة في حد ذاتها لحد هنا. طيب، ايه الحل لو قابلت في حياتك صخرة زي دي؟ لو عاوز تزق صخرة بالحجم ده تعمل ايه؟ يعني اكيد الصخرة دي مش هنخليها تتبخر، مش هتختفي في الهواء، لازم نغير اتجاهها ونخليها تتحرك، بس بقى مش بالقوة بل بتغيير زاوية الدفع. يعني الشخص اللي في الصورة ده لو غير المكان اللي بيزق منه الصخرة، فالصخرة هتنزل على المنحدر لوحدها. يعني بدل ما هو واقف تحت كده، لو جه فوق وادها زقة بسيطة هي هتنزل، مش كده؟ المعنى المقصود من الكارت ان المرحلة الجاية بالنسبة لك مش هتطلب منك مجهود اضافي ولا تضحية جديدة ولا حاجة جسمانية ضخمة يعني، لكن هتطلب منك حاجة واحدة، هتطلب منك حركة ذكية تغير المسار كله. يعني بدون تجميل كده، رسالة الكارت جاية بتقولك انت مثلا انت فعلا اوريدي نجحت، بس علشان تغير زاوية بتاعتك وتتصرف بشكل اذكى لازم تتعلم فن التوازن الحقيقي اللي احنا اتعلمناه في كارت الاعتدال، ويكون عندك إرادة وأمل كده ما بيتكسرش. دلوقتي وقت الحركة بذكاء، وقت نغير المنظور، وقت ان انت تغير منظورك للرؤية عشان تلاقي الحلول السهلة. يعني بدل ما تقف تزق الصخرة وصخرة أكبر منك كمان لغاية ما جسمك ينهار ويتعب، بص على زاوية مختلفة للأمور وهتلاقي أكيد حل جديد انت ما كنتش شايفه من مكانك الأولاني. بصراحة بصوا ال3 كروت دول كأنهم بيوصفوا لك ماضي وحاضر ومستقبل، يعني ده اللي أنا شايفاه. كارت النجاح اللي هو الأولاني يكلمك عن الماضي اللي انت كنت فيه، والاختبار الصامت والحمل الداخلي التقيل والتحدي الحقيقي بتاعك اللي انت عملته. والحقيقة برافو عليك لأنك ما انسحبتش من هذا العمل يعني، وكملته للآخر وفضلت واقف حتى في عز وحدتك، ويمكن هو ده اللي خلاك تنجح. بالنسبة لكارت الاعتدال بقى، هو بيمثل لك الحاضر، فن المزج بقى والتحول الخيميائي اللي انت بتعمله، وبقيت خلاص بتعرف تعمله، بقيت تعرف انت تقول لأ وانت تقول وانت دلوقتي الحقيقة مش في فترة انتظار، يعني خلاص هانت، انت يمكن في فترة تدريب واتقان، يعني بتعيد افعال لغاية ما تتقن بقى خلاص الفعل دوت ويتحول عندك في الDNA لصفة جديدة، وبقى خلاص بقت حاجة طبيعية بتاعتك، يعني خلاص بقيت تتصرف كده بشكل طبيعي من غير ما تقعد تفكر نفسك كل شوية انك تتصرف بالشكل ده. فانت في فترة التدريب والاتقان. كارت النجمة بقى هو بيكلمك عن المستقبل ان شاء الله بإذن الله، اللي هو المفرح قوي ده. كارت الصخرة هو بس بيقولك حرك الزخم،
اللي في حياتك، حرك التقل ده، حرك الحاجات اللي تعباك، يعني من الاخر الحاجات اللي حمل تقيل عليك اللي انت مش قادر تشيلها. فكر تغير بس الزاوية بتاعتك وتحل المشاكل دي بشكل مختلف. يعني ان شاء الله الواقع من هنا ورايح مش هيبقى عدو ليك، يعني بالعكس انت هتبقى زي الساحر كده، يعني عارف تتصرف وتعيش الحياة ازاي. الجهد العنيف بقى بتاع زمان انتهى. المطلوب منك اما تقابل موقف صعب تغير زاوية رؤيتك للمشكلة وتعمل قرار صغير محسوب، والنتيجة مش هتكون صعبة تاني بإذن الله. خلاص التردد القديم انتهى، وإن شاء الله أنت دلوقتي في تردد جديد، وهتتفاجئ بالانسيابية والسهولة بأمر الله لما تعمل كده. بصراحة بصوا ال3 كروت دول كأنهم بيوصفوا لك ماضي وحاضر ومستقبل، يعني ده اللي أنا شايفاه. كارت النجاح اللي هو الأولاني كلمك عن الماضي اللي أنت كنت فيه، والاختبار الصامت والحمل الداخلي التقيل والتحدي الحقيقي بتاعك اللي أنت عملته، والحقيقة برافو عليك لأنك ما انسحبتش من هذا العمل يعني، وكملته للآخر وفضلت واقف حتى في عز وحدتك، ويمكن هو ده اللي خلاك تنجح. بالنسبة لكارت الاعتدال بقى هو بيمثل لك الحاضر، فن المزج بقى والتحول الخيميائي اللي انت بتعمله، وبقيت خلاص بتعرف تعمله، بقيت تعرف انت تقول لأ وانت تقول وانت دلوقتي الحقيقة مش في فترة انتظار، يعني خلاص هانت، انت يمكن في فترة تدريب واتقان، يعني بتعيد افعال لغاية ما تتقن بقى خلاص الفعل دوت ويتحول عندك في الDNA لصفة جديدة، وبقى خلاص بقت حاجة طبيعية بتاعتك، يعني خلاص بقيت تتصرف كده بشكل طبيعي من غير ما تقعد تفكر نفسك كل شوية انك تتصرف بالشكل ده. فانت في فترة التدريب والاتقان. كارت النجم بقى هو بيكلمك عن المستقبل ان شاء الله بإذن الله اللي هو المفرح قوي ده. كارت استخرة هو بس بيقولك حرك الزخم اللي في حياتك، حرك التقل ده، حرك الحاجات اللي تعباك، يعني من الآخر الحاجات اللي حمل تقيل عليك اللي انت مش قادر تشيلها. فكر تغير بس الزاوية بتاعتك وتحل المشاكل دي بشكل مختلف. يعني ان شاء الله الواقع من هنا ورايح مش هيبقى عدو ليك، يعني بالعكس انت هتبقى زي الساحر كده، يعني عارف تتصرف وتعيش الحياة ازاي. الجهد العنيف بقى بتاع زمان انتهى. المطلوب منك اما تقابل موقف صعب تغير زاوية رؤيتك للمشكلة وتعمل قرار صغير محسوب، والنتيجة مش هتكون صعبة تاني بإذن الله. خلاص التردد القديم انتهى، وإن شاء الله أنت دلوقتي في تردد جديد، وهتتفاجئ بالانسيابية والسهولة بأمر الله لما تعمل كده. حاسة إن بعضكم ممكن يكون لسه مش عارف يعني إيه نغير زاوية الرؤية، يعني إيه هي الحركة الجديدة اللي هعملها يعني عشان أتحرك بشكل فيه سهولة، يعني برضو أعمل إيه وأروح فين. فممكن مثلا أديلك مثل، يعني ممكن مثلا حد جالك وطلب منك المساعدة دي كانت هتبقى عبء كتير عليك، يعني انت اوريدي مشغول بقى عندك شغلك وحياتك وبتساعد ناس تانية او بتعمل حاجة، بتتعلم وبتذاكر وبتشتغل في نفس الوقت مثلا، او عندك اطفالك في البيت وبتعملي شغل البيت وبتريح حد مثلا كبير في السن، فانتي اوريدي يعني الوقت بتاعكم مشغول. فلما جه حد طلب منكم مجهود زيادة او طلب منكم حاجة تاني تعملوها زيادة فوق وقتكم، فانتوا هنا اتحطيتوا في نفس مثال الصخرة اللي عايزة اللي هي تحمل تقيل عليكم يعني. فانتوا هتعملوا ايه بقى؟ انتوا ممكن تقولوا لأ، ده حل، وممكن تقولوا بس بشرط، يعني ممكن تقولوا لما جسمكم يقول يعني لما تلاقوا الجسم فرحان وعايز فعلا يعمل الحاجة دي خلاص اوكي اعملها. انما لو حاسس ان هي عبء زيادة عليك زي الصخرة كده، لا سيبها، ملكش دعوة. ودي مش أنانية على فكرة، يعني دي توقف عن إعطاء طاقة لأي شيء لا يشبهك، يعني لا يبادلك طاقة مماثلة. يعني انت حد جالك يطلب منك حاجة مش عجباك، مش قادر عليها، ما تغصبش نفسك انك تعملها. يعني افهموا من فضلكم بس النقطة دي، لان انتوا كان بيحصل لكم استنزاف طاقي،
يعني انت اما بيطلب منك تعمل حاجة وتلاقي قلبك كده مش بيرقص وفرحان ومتناغم كده تلقائيا مع الحاجة دي، فدي علامة ان انت متعملش الحاجة دي اصلا. يعني حتى لو شاطر فيها، حتى لو الناس متعودة منك ان انت كنت دايما بتعملها لهم. يا جماعة لازم نقف، يعني لازم نقول هو ده الصح. حافظوا على طاقتكم، حافظوا على جسمكم، لان لو انت عملت عكس كده وجيت على نفسك واجبرت نفسك تعمل حاجة بالغصب، هتبقى بالظبط زي اخينا اللي واقف في الكارت ده، زي سيزيف واقف عكس الجاذبية وبيزق صخرة اكبر منه. جسمك هيعترض ويوجعك ونفسيتك تتعب، ونرجع بقى نعيد تاني نفس الدورة دي من الاول. وبعدين اصلا يعني سيزيف ده في الاسطورة، يعني الالهة حكمت عليه ان هو يزق الصخرة الكبيرة دي لغاية قمة الجبل العالي، وكل ما يطلع بيها طبعا الجبل في مشقة وبهدلة، اول ما يوصل لغاية القمة هوب تتزحلق الصخرة وتقع منه تاني للأرض. يقوم رايح تاني رافعها، وأول ما يوصل لغاية القمة هوب تقوم وقع منه تاني على الأرض. ويفضل بقى كده طول النهار وطول الليل وطول عمره. يعني ده كان العقاب بتاعه، إن هو يفضل على طول في الدايرة المعذبة دي، يفضل في العذاب ده ما بينتهيش يعني. وهو ده الدرس يعني جايز اللي انت المفروض تركز فيه. خلي العذاب ينتهي من الآخر كده. قول لا، قول لا يا جماعة، قولوا لا. اللي تعبكوا قولوا عليه لا. هو ده تغيير الزاوية، هي دي الخلاصة. انك تاخد القرار انك مش هتعذب نفسك تاني وتلتزم بكده. لما تلتزم بكده هتلاقي فيه زي فراغ مفاجئ كده جواك، فيه هدوء، فيه احساس بالارتياح الجسدي، وفيه سكينة، ودي علامة الطريق الصح. النتيجة بقى ان الصخرة هتوصل مكانها لوحدها والجهد يقل، والتقل ده مش ممكن ميختفيش مرة واحدة، بس على الأقل مش هيشتغل ضدك، مش هيقف يعكسك يعني. لو حابين بقى نعرف أكتر ايه اللي هيحصل لما نتيجة استخدامك لجسمك بذكاء، ونتيجة ان انت تسمع صوت قلبك وتعمل الحاجة اللي بتحبها من غير تبرير بقى، من غير تبرير يا فندم من فضلكم، ايه اللي هيحصل بقى لما توفر طاقتك وتعمل اللي انت بتحبه؟ تعالوا نسحب كارت. طيب الكارت اللي طلع اهو واضح جدا وصارم، صارم جدا جدا. طلع لنا أودن. أودن يا جماعة يعني ملك قوي جدا. اللي فيكم بيحب شخصية ثور هيبقى عارفه، لأن هو ده باباه يعني. وأودن في الميثولوجي هو يعني شخصية ايه نقول عليه ايه، شخصية واصلة. أودن شخصية واصلة من الآخر. في الميثولوجي هو أودن كان بيسمع العوالم، متخيلين؟ كان بيسمع لغة العوالم، مش عالم واحد بس، لا أبعاد، وبيعرف لغتها وبيتواصل معاها. وفي كارت المشروع اللي هو هانجد مان في التاروت هو أودن، وهو عمل كده مخصوص علشان يعني يجيب نوع معين من أنواع العلوم، يعني اللي هي كانت هتفيده هو شخصيا يعني والناس من بعده. ويقال يعني إن هو يعني شخص متبصر صاحب العين التالتة، يعني عشان كده مكتوب على الكارت Psychic Insights. الكارت بقى بيقولك انت عينك التالتة مفتوحة وشايفة الحقيقة ده كما هي. بطل تشكك في نفسك، يعني انت شايف الحقيقة، فبلاش بقى تقعد تقول لا اصل انا ممكن اكون متهيألي اصل لا، ما تقولش كده. هو الكارت ده طالع يقولك بطل تشكك في نفسك، بطل نزيف الطاقة كمان اللي بتمر بيه. طاقتك اللي كانت بتضيع في التبرير ومحاولة انك تخلي الناس تحبك وراضين عنك ومبسوطين منك على طول، ده غلط ومستحيل برضو، يعني مستحيل ترضي كل الناس، ومش لازم ترضي كل الناس اصلا. يعني الناس عمرهم ما اتفقوا على حاجة واحدة، فهترضي مين ولا مين؟ يعني مش هينوبك غير ان شخصيتك هتكون ضعيفة، لانك هتنسى انت بتحب ايه. اما تفضل على طول تسعى ورا اللي الناس بتحبه، انت هتنسى انت بتحب ايه. وجود العين التالتة هنا كمان على الكارت مخليني اقول ان في حد هنا بيسمع الكلام بتاعي وروحاني جدا.
بس برضه هو محتاج يتخلى عن العلاقات او المساحات اللي بتحتاج منه حدسه يكون شغال طول الوقت، يعني يفضل كده طول الوقت مركز وعمال يقرا نوايا الناس اللي حواليه ويتوقع ردود افعالهم. هو محتاج يعني يهدى كده شويه، ومحتاج برضه يبطل انه يستنزف طاقاته. وبصوا عامه يا جماعه، يعني اي حد بيتحط في موقف زي دوت يبقى على طول لازم يفهم انه في علاقه مش صحيه، ان الناس اللي هو معاهم لما تلاقي نفسك معاهم يعني انت محتاج تستخدم بصيرتك طول الوقت لانهم غامضين مثلا او متلاعبين، يبقى بلاش منهم اصلا. دي علامه ان هم مش مناسبين ليك. الناس اللي على طول مخلينك واقف على طراطيف صوابعك دي ناس ما يستاهلوش وقتك. يعني اعرف قيمتك واختار الناس اللي شبهك من الاساس، ادعي لهم ربنا يهديهم واديهم ظهرك وامشي على طول كده، امشي. كمان في ناس هنا ممكن تكون الرسالة دي ليهم، الناس دول اللي هم الناس اللي بتحب تحل المشاكل لكل دول، اللي دايما بتلعب دور الحكيم او الحكيمة في العيلة او في وسط الاصدقاء. برضو يا جماعة انتوا لازم تبطلوا، يعني اخدموا وقت ما يطلب منكم، ارشدوا وقت ما يكون صوتكم مسموع. انما هتقعد تعلي صوتك عشان الكل يسكت ويسمعك، ده غلط بصراحة. يعني اولا هتقلل من قيمتك، وثانيا اللي قدامك هيحس ان انت افضل منه وهيكرهك او يقاومك، وانت في الاساس عايز تساعده فمش هتساعده وهتخليه يقفل منك ويمشي. فيبقى ما تعملش كده، استنى، يعني اقعد كده في مكانك واستنى اما هو يجيلك بنفسه. ودين جاي يقول لكم المعرفة التي لا يتم تقديرها تسحب منها الطاقة فورا. يعني ايه يسحب منها الطاقة؟ يعني السحب ده مش هيحصل من قدراتك، يعني ما تخافش، انما جايز ممكن تلاقي نفسك بتتمنع عن الخدمة اصلا، يعني تتمنع عن تقديم النصيحة بأي شكل وخلاص، يعني حفاظا على طاقتك. يعني ممكن مثلا تلاقي نفسك بتتشغل في حاجات تاني، الناس ما بيجيش تقعد معاك اصلا، او بعد الشهر مثلا انت محتاج تقعد فترة طويلة لوحدك مثلا تعبان او كده. يعني انت ممكن تلاقي دي علامة، يعني لو انت بتمر بكده دلوقتي ده جايز يكون علامة ورسالة ليك انك خلاص بقى يعني توقف عن تقديم النصيحة للي مش عايزها. انت دلوقتي بقيت في مرحلة توجيه بصيرتك وتكريم طاقتك. تكريم طاقتك يا جماعة، كرموا نفسكم. اسحب كارت تاني طيب، اشوف ايه اللي هيحصل اما نكرم نفسنا ونبطل اهدار الطاقة. واو بجد، يعني دي جلسة علاج يا جماعة، دي مش قراية تاروت عادية. التاروت بياخد ايدك خطوة بخطوة بجد، يعني ماشي معاك كده بيقولك هات ايدك تعالى اوريلك الطريق. بصوا يا جماعة، ايه اللي هيحصل لما تكرم نفسك وتوقف العطاء في غير مكان؟ يعني اول نتيجة هي ظهور الضد، زي ما هو مكتوب كده، ظهور الضد او يعني ظهور جانب فيك كان مكبوت مثلا او متهم منك او مرفوض اخلاقيا من الناس او مرفوض روحيا من الجميع. انت والناس، يعني انت هتقف قصاد روحك حرفيا بجد، ده اللي انا شايفاه. انتوا الاتنين قصاد بعض اهو في الكارت. واو بجد، يعني وقوفكوا قصاد بعض حاجة استثنائية، يعني انتوا اما هتبصوا في عينين بعض هيحصل معجزة. انا هعيط بجد، الكارت ده جميل جدا يعني، وانتوا قريتكوا كلها من الاول جميلة. بصوا انتوا هتقفوا قصاد بعض، واما هتبصوا في عينين بعض كل واحد فيكوا هيفتكر التاني، يعني الضد مش هيبقى ضد خلاص، هيفتكر صاحبه، هيفتكر نصه التاني، هيفتكره كأنه جه من بعد غياب. يعني بصوا حارسة الروح هنا اللي هي الغزالة، دي حارسة الروح، هتقابل بقى حارسة الجسد اللي هي مع الصقر، وهما الاتنين هيبصوا لبعض وهيفتكروا بعض. يعني الروح هتقابل روحها، فاهمين انا بقول ايه؟ يعني انت هتقابل جزء من روحك
انفصل عنك تحت الضغط الكبير اللي كنت بتمر بيه. انت هتقابل روحك يا جماعة، هتقابلوا روحكم بجد. يعني دي حاجة عظيمة جدا. الغزال ده لوحده في حد ذاته يعني وعي راقي جدا، نوع من انواع الوعي الانثوي الراقي جدا. الغزال ده كان واقف لوحده في غابة بعيدة موحشة، بيغني بصوت عالي علشان انت تسمعه وتعرف مكانه وتروحه، وفضل واقف مستنيك، ما فقدش الامل، بيغني لوحده. لما اي حد بيعدي من جنبه بالصدفة بيبعتهولك علشان يفكرك ويقولك تعالى، وبيكتب لك رسالة وبيبعتها لك معاه، بيقولك into the forest I go to lose my mind and find my soul. كان بيكتب لك عنوانه في الرسالة دي، كان بيقولك هو فين، تعالالي. قايلك العنوان وقايلك انه هناك عشان ما بقاش قادر يحتمل مرارة العقل ومرارة الحياة وصعوبتها، فراح للغابة عشان يفقد العقل ده ويلاقي روح، ولقاها ومستنيك. جايز يكون ده السبب القراية كلها النهاردة يا جماعة، انكم هتلاقوا روحكم اللي بتحبكم بجد، وانكم هتعيشوا بأمر الله وهتفرحوا بشكل محدش لسه عارف شكله هيبقى ايه، لان انت بس اللي هتعرف اما هتلاقي الروح دي وتقف قصادها وعينك في عينها وتتحدوا وتكتملوا سوا. خلاص يعني مش هيبقى فيه معاناة ومش هيبقى فيه زق للصخر تاني، خلاص مش هيبقى فيه صخر تاني ولا تعب ولا نار ولا دق الحديد ولا ارتباك ولا عذاب. هيبقى فيه حاجة واحدة بس هتغيرك للأبد، اللقاء ده. أنا مش قادرة أقول حاجة تاني بصراحة، ومش لازم أقول حاجة تاني. أنا بس عاوزاكم تتنفسوا وتاخدوا وقتكم لغاية ما تفهموا اللي حصل دلوقتي. القراية دي كانت بوابة عبور هتعبر منها من حياتك العادية لحياتك السحرية مع روحك، الحياة اللي كان نفسك فيها من زمان. اسمع القراية تاني لو حبيت، وشكرا اني كنت جزء منها، وشكرا برضو ان انت كنت جزء منها، والسلام عليكم.